السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض يخني الفراخ. سمعتوا عن اليخني قبل كده؟ اكله جميله جدا وسريعه جدا. يلا بينا نشوف بنعملها ازاي. اول حاجه احنا معانا كميه بصل كبيره ومعانا فراخ اوراق. انا هعملها باوراق الفراخ. اوراق الفراخ دي جبتها وغسلتها كويس وهعرفكم غسلتها ازاي. وبعدين نزعت منها الجلد، هي اوراق بس. تمام، غسلتها وخليتها زي الفل. وعندنا بصل كتير، يخني يعني بصل كتير. وعندنا فلفل بارد وطماطمية مبشورة. وعندنا فلفل حامي للي يحب. وعندنا جوز الطيب. وعندنا زنجبيل. وعندنا كمان بهارات 7. وعندنا فلفل أسمر. وعندنا حبهان. وعندنا كمان بصل باودر. وعندنا كمان قرفة وملح. ومعانا ورقتين لورا. وكمان معلقة مرق فورية أو مكعب مرق، بس هنحطهم بعدين مش دلوقتي. هنجيب حلة بقى واسعة، الأكلة دي محتاجة حلة واسعة. تمام، فهنجيب حلة كبيرة وهننزل فيها بالبصل. وعندنا بصلاية كبيرة أو بصلتين وسط متقطعين ومتشالين على جنب، مش هنحطهم مع البصل ده دلوقتي. تمام، فاحنا دلوقتي هننزل زي ما اتفقنا. انا عارفة ان البصل كتير ولكن يخني يعني بصل. تمام، البصل متقطع كريهات او متقطع عشان امهاتنا اللي انا اسفة بيقولوا لي مش بنتكلم انجليزي، فياريت تتكلمي اكتر الكلام بالعربي. وطبعا حاضر. فمقطعينه جوانح. وهننزل عليه بقى بالتوابل، البهارات 7 والزنجبيل وجوز الطيب بالشكل ده كده، كلها رشات حلوة كده. وهننزل بالفلفل الأسمر. تمام، وهننزل بالحبهان. وهننزل كمان بالقرفة. وهننزل بالبصل البودرة. تمام كده، والأول حطينا الملح معاهم. ويلا بقى نبدأ ندعكهم كويس جدا جدا. هنفضل بقى كده، بصي عايزاهم يمتزجوا كلهم ببعض، ويبقى البصل كده يدبل معاكي كده ويبقى جميل، علشان طعم التوابل تدخل كلها في البصل. تمام، بالشكل ده كده نفضل زي ما حضرتك شايفة. طبعا الفراخ جبناها غسلناها، شايفة الجمال؟ هو كده بقى عايزينها تبقى بالشكل ده. اللي هتزودي منه بس شوية البهارات او البهارات 7 هي اللي هتزودي منها شوية. هنحطها على النار وهنحط معاها معلقة من الزبدة وشوية حلوين كده من زيت الزيتون. ممكن حضرتك تستخدمي زيت ذرة او اي زيت نباتي بدل زيت الذرة، مع معلقة السمن. تمام، وممكن تعمليها بسمن خالص وممكن تعمليها بزيت خالص، اي واحد فيهم هيبقى جميل جدا وما تقلقيش، هيدي طعم تحفة. هنفضل نشوحهم على النار. احنا عايزين نشوحهم لغاية لما يدبلوا خالص، ويبدأ البصل كده يدخل في شكل كده ايه، يعني يبقى مدي طروفه كده مدية شكل ذهبي كده. فاهماني ازاي؟ هندبله حلو قوي كده، ونفضل كل شوية نبص عليه زي ما انا بوري حضرتك. انا جبت الفراخ بقى وغسلتها كويس جدا بالمية وكذا مرة، وبعدين شلت منها الجلد وغسلتها تاني كويس، شلت منها اي زوايد. وبعدين جبت معلقة كبيرة من الطحينة، وجبت كمان زنجبيل معلقة، وجبت ليمونة حلوة كده وعصرتها وحطيت القشر بتاعها معاها. وجبت كمان شوية من القرفة في المية ديت، وحطيت كمان معلقتين دقيق ابيض وقلبتهم كلهم، وسبت الفراخ بقى منقوعة فيهم كده ساعة، وبعدين صفيتها من المية. تمام، وغسلتهم بمية بقى كده نظيفة وصفيتها كويس في الحوض. وبعد كده حطيتهم في مصفى وكده بقت جاهزة للشغل. شوفي بقى هنا الفراخ اهو، لما البصل دبل نزلنا بالفراخ. تنزلي كده بالفراخ وتأنك تقلبيها كويس جدا. الفراخ دي لازم يبقى لونها معانا ابيض. هنفضل كده ايه، نغطي عليها كل شوية لحد لما نلاقي ايه لونها ابيض، ونقعد نقلبها كل شوية. عايزة اقولك على معلومة مهمة. لما تغسلي الفراخ ده علشان بناتي حبايبي اللي لسه بيتعلموا جديد واللي لسه متزوجين جديد، لما تكوني بتغسلي الفراخ
من فضلك لما تغسليها وتخلصي غسلها ما ترجعيهاش تاني في طبق ولا في نفس الطبق اللي كنتي بتغسلي فيه. لازم بعد ما تغسليها كويس ترجعيها تاني، تحطيها في مصفى وتحطيها في الحوض شوية تصفي ميتها، وبعدين تحطي تحتها طبق وتبدأي تشتغلي بيها. اوعي تخليها تنزل مية تاني في نفس الطبق بتاعها، لان ده بيزفر الفراخ تاني. تمام، ده لكل الطيور، المعلومة دي لكل الطيور. خلاص كده احنا حطيناها وحطينا الفراخ وبدأت تاخد كده وتغلي كويس مع البصل. هنا بقى جبنا البصلايه اللي قلتلك هنشيلها على جنب، وهنبدأ بقى ننزل عليها بملح وفلفل أسمر وشوية من الحبهان. دلوقتي هننزل بيه دلوقتي حالا، هجيبه وبعدين اهو هندعكهم كويس جدا جدا مع بعض، وبرضو نخليهم يتبلوا بالشكل ده. الفراخ يا حبيباتي لما بتحطوها في حاجة مقفولة بترجع تاني، مهما كنتي غسلاها وريحتها جميلة بترجع تتزفر تاني من ميتها، فخدي بالك من الموضوع ده. تمام، احنا هنا بقى بنقلب وهننزل بالبصلاية اللي هي النية. البصلاية دي يا جماعة بتدي طعم بقى تحفة، ما اقولكيش ازاي، بعد كده روعة. تمام، وبعدين هننزل بقى بالفلفل الحامي والفلفل البارد والطماطمية المبشورة ومعلقة المرقة او مكعب المرق. وزي ما قلت لك خدي بالك المرقة الفورية في البلاد العربية غير عندنا هنا تماما. ومعلقة من صغننة جدا بقى من السكر. تمام، وتقلبي كويس جدا. خدي بالك الاكله دي مش بنحط لها ميه ابدا ولا بنضيف لها ميه، الاكله دي بتعتمد على النار الهاديه، احنا بنفضل معليين عليها بالشكل ده لحد المرحله دي. تمام، لغايه لما نحط لها الطماطميه والبصلايه، لما لونها كلها يبيض كده وتبقى جميله اهو. هنا بقى هنوطي عليها وتسيبيها على نار هاديه خالص علشان ما تلسعش منك من تحت، من القاع بتاعها ما تلسعش منك. احنا عايزينها تاخد لون جميل كأنه متحمر كده، ولكن ما تتحرقش مننا. فمن فضلك خلي سيبيها على راحتها خالص، وطي عليها النار وسيبيها. هنا بقى هنعمل شوية رز. وليه هعمل رز؟ لان جالي اسئلة على الرز في حاجة معينة. طيب انا دلوقتي هعمل كوبايتين ونص. حطيت نص كوباية عشان احمرها، والكوبايتين دول اللي انا هنزلهم رز، اللي هم هيبقوا رز ابيض. تمام، بصي هنا ببص عليها كل شوية. هحط لها بقى ورقتين من اللورة، والحقيقة ان انا نسيتهم فالمفروض كنت احطهم في الاول. تمام، ما علينا. هنيجي بقى هنا للرز. ففي بناتي حبايبي سالوني في التعليقات، وواحده منهم قالت لي اعرف منين ان انا كده ابطل تقليب في الرز لما احمر الرز واضيف عليه الرز التاني. تمام يا حبيبتي، انت بتبقي غاسله الرز وبعدين لما لا بتفضلي تقلبيه بالشكل ده. قالت لي ما بسمعش صوت للرز. تمام، انا معاكي. اول ما تلاقيه ما بدا يبقى شكله كانه مش مبلول، فاهماني ازاي؟ هي ملهاش مقياس ولا وقت ولا حاجه، بس اول ما تلاقي الرزايه معاكي اللي انت غسلاها خلاص شكلها ما بقاش مبلول وبدا لونها يدي شكلها افتحها اكتر كمان كده مع الرز اللي احنا محمرينه، او زي ما بقولك يكون بس كده ما يكونش فيها ميه. تمام، احنا نزلنا عليها على الرز بقى بشويه من الزنجبيل، ونزلنا عليها بشويه من الحبهان وورقتين لورا. ودي طريقتي في الرز اللي انا بحبها جدا، التوابل بتخلي طعمه روعه. وبعدين هننزل عليه بالميه المغليه بالشكل ده كده، وهنسيبه بقى علشان ايه يبدا ان هو يتشرب ويستوي براحته. نزلنا بالملح. تمام، سوي الرز على درجة كده هو الأول عالية خالص، وبعد كده لما تلاقيه بدأ يتشرب ميته هتحطي الشياطة تحتيه وتسيبيه يستوي براحته خالص. تمام، وبعدين هنا بقى هنبدأ ان احنا ايه نشوف الفراخ. بصي شوفي الصوص بتاعها ده، انا ما حطيت لهاش مية خالص، احنا بنسويها على الهادي. في الاواخر خالص لما تلاقيها استوت واربي الغطا بس علشان يتبخر شوية من الصوص بتاعها ده، وهتطلع في منتهى الجمال. والله يا جماعة ريحتها روعة وطعمها وأكلة سريعة وفي منتهى الجمال. ولو تحبي تضيفي لها في الاخر بطاطسيه ممكن تضيفي لها بطاطسيه، بس هي كده تحفه. تاكليها بالرز وتغمسيها بالعيش، حاجه كده مش قادره اوصف لك جمالها. اليخني ده اسرع واجمل اكله. شوفي شكل الصوص عامل ازاي، تحفه جدا في منتهى الجمال. حاجه كده هتعجبك قوي، وحاجه يعني الواحد كان متعود عليها من زمان من صغرنا.
حاجة في منتهى الروعة، ولا بقى تولعي فرن ولا تولعي بوتاجاز ولا اي حاجة خالص، هي بس على البوتاجاز من فوق، وفي الجو الحر ده بتبقى روعة جدا، ريحتها وطعمها وكل الاولاد بيحبوها. شوفي الرز مفلفل وجميل ازاي، شوفي هي نفسها شكلها في الطبق جميل قوي ازاي. ممكن تعمليها بالصدور، ممكن تعمليها بالاوراق، ممكن تعمليها بالفراخ المخلية كمان. صدور تكون متقطعة اجزاء كده سميكة، حاجة بصي شوفي جميلة دايبة خالص ازاي، والله حاجة في منتهى الروعة. ان شاء الله هتعجبك جدا، وان شاء الله هترجعي لي في التعليقات وتقولي لي رأيك ايه بإذن الله. مبسوطة جدا بتعليقاتكم ومتشكرة جدا ليكم، وشكرا على الريفيوهات الحلوة جدا جدا من الناس اللي بتجرب الاكل ويرجعوا يقولوا لي ان هم عملوه طعمه جميل. انا بشكركم جدا، جزاكم الله عني خيرا، وان شاء الله ان شاء الله تجربوا دي كمان وتعجبكم قوي، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة حبايبي.